السلام عليكم، معكم يسرا من قناه يسرا ابراهيم. شحال هذه ما قلت هذه الجمله توحشت، ولكن عادي حاسس براسي بلي كلشي كيعرفني، وانا عارفه بلي كاينين ناس جدادين في هذه القناه، فمرحبا بكم في القناه ديالي. قبل ما نبداو لا فيديو بحال كل مره ما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتو باقيين ماشي مشتركين، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. والناس الجيران ما شاء الله تبارك الرحمن كلشي كان سكاتي. قررت انا نبدا نصور بالهم يبنيو، فانه عادي هانيه. انا فيها هضره بزاف في راسي، ولكن هذه الطريقه الوحيده اللي كنعبر بها على راسي، فانه عادي واخا يكون فيها الهضره بزاف زعما فهمتوا البلان. حيت ما جيتش نفتح كاميرا نبقى ساكته في نفس الوقت. على نعدلو روتين بعد الحمام او بعد الاستحمام ولا بعد الدوش اللي بغيتو سميوها. انا اول مره كنصور بكاميرا الخلفيه الهاتف، اي خط ان تكون الجوده جميله وتكونوا كتسمعوني في نفس الوقت. حيت كنهضر بشويش ما عرفتش علاش، وحيت الناس كيبنيو حدايا. فاليوم غنعدلو روتين اللي هو شنو نعملوا ازاله الشعر. طبعا ماشي هذا روتين مور كل الحمام طبعا، ولكن الروتين اللي كنعدلو ساعه فاش كتكون عندي اكانه. اوكي، فوجهي تزغب، رجعت مقردنه من هنا بكل شيء. اش غنقول لكم، المهم كلشي فيا. نعمل واحد يعني نعدلو ازاله الشعر، نعدلو شي مقشر، نعدلو شي ماسك بس. والله كنتمنى يعجبكم لا فيديو. اول حاجه غنبداو بها هي ازاله الشعر. كيف ما قلت لكم نحتاجو جل الالوفيرا، تقدروا تستغنيو عليه تبدلوه بشي زيت، تقدروا تبدلوه بشي كريم مرطب، تقدروا تبدلوه بشي سيروم، تقدروا تبدلوه بزاف د الحاجات. اهم حاجه هو انكم ما تحيدوش الشعر من وجهكم والبشره ديالكم ناشفه، فهمتوا؟ ضروري تكونوا مرطبينها بشي حاجه، ويعني تكثروا من ديك الحاجه باش يعني ملي تكونوا كتحيدوا الشعر ما تاذاش البشره ديالكم. ثاني حاجه نحتاجوها هي شفرات الخاصين بالوجه. انا عارفه عجبني بزاف ديال التساؤلات على شفرات، واش كيكبروا الزغب، واش كيكثر، واش. الا رجعتوا لهاد القناه اللي هي كتهضر على راسها، غترجعوا لواحد الفيديو اللي قبل وقيله شي 3 سنين ولا عامين، حيت هاد القناه قديمه واحد شويش. غتجبروني كنستعمل الشفرات لاول مره، ومن ديك الوقت هذاك وانا مقدراش نستغنى عليهم، حيت هي الوسيله الوحيده اللي بصح فعاله باش انها تزول الشعر من الوجه وما كتكتفوش، وكتعمل تقشير في نفس الوقت. يعني كتعمل تقشير تجدد البشره، بزاف ديال الفائده فيها، وما كتردش الشعر بحال ديال الدراري، حيت حنايا الجينات ديالنا مختلفين طبعا، والوجه ما فيهش بزاف الحزيكه كتبان ان الشعر ولا الزغبه تنوض غليظه. فنطولش عليكم في الهضره، كيف قلت لكم انا دايره هضره بزاف، ونبداو ان شاء الله. اول حاجه كما كتشوفوني عملت اول حاجه جلد الالوفيرا، وكما كتشوفوا استخدمت واحد الكميه اللي هي مزيونه بزاف، ماشي مزيونه كبيره زعما، باش انها تغطي البشره ديالي كامله، باش ما تكون حتى شي بلاصه ناشفه في البشره ديالي. انا ما كنصحكمش بهذه الطريقه انكم تعدلوا على وجهكم كامل عاد ديك الساعه تبداو تحيدوا الشعر، وانما كنصحكم انكم تعدلوا البلاصه اللي تحيدوا منها، ومن بعد ملي تكون ماشي شي بلاصه اخرى عاد تعدلوا حيت دغيا كينشف. واخا تعدلوا واحد الكميه اللي هي كبيره، كتبنا تكونوا فهمتوني. ومن بعد غناخذوا واحده من هاد الشفاري. هاد الشفاري هادو تقدروا تستخدموهم بزاف ديال المرات، يعني حتى يحفاو على حساب، ولكن كل مره فاش تجيو تستخدموا وحده اللي ديجا عندكم مستخدمه يفضل انكم تعقموها. اذا كان عندكم معقم وهذاك ما كانش عندكم معقم، اهم حاجه تكون شي حاجه فيها الكحول. اقرب حاجه شنو هي؟ الطرفان، تقدروا تعقموها غير الطرفان ديالكم. شنو غنختاروا؟ اختاري. من بعد غناخذوا واحد الفخمه باش نقدر نوريكم، يعني مهما انكم كتشوفوا البشره ديالي هيدا كتبان مع تقولوا ما فيك لا زغب لا والو، غير انت الا فيك تصاره بغيتي تحيد الشعر ديال الوجه. غنوريكم في هذا اخر الكوارث طبيعيه اللي غادي نحيد من وجهي. غنوريكم الطريقه كيفاش تقدروا تحيدوا بها الشعر، وغنوريكم غير في واحد الجزء بسيط باش ما يطولش عليكم الفيديو يجي ممل. تجبدوا فوق، بعد تحيدوا الشعر اتجاه نمو الزغبه. شوفوا غير المنطقه اللي كتحيد منها كيفاش كتفتح مقارنه مع المنطقه اللي ما حيدناش منها. واش كتشوفوا الفرق ولا غير انا؟ وشوفوا طبعا شنو كيزول يسي كل اللي درتوما. فانا غنحيد من وجهي كامل بنفس الطريقه. اي منطقه مشيتوا ليها مثلا تجبها غتجبد وتحيد هيدا، مثلا هنا غتجبد تحيد هيدا، اي بلاصه جبد حيد. نوريكم هاد الحاجه باش نوريها لكم. شوفوا الياء اللي خرجت من وجهي. ودابا غناخذ هذا ديما كي، ولكن عندي هذا ديما كي وفي نفس الوقت تون.
شفتوا يا بنات الفرق لما كانش كيبان لكم الفرق نتوما عيور حيت انا كيبان لي فرق شاسع. شوفوا شحال ديال الوبر هنايا راه كميه ماشي عاد. دابا عندنا ثاني خطوه اللي هي مقشر، وهذا مقشر صغبته انا بالدار. تقدر يكون عندكم مقشر شريتوه، كل وحده تستخدم المتوفر عندها، ماشي ضروري تعملوا نفس الحاجه اللي كنعملها انا، حيت كل وحده عارفه البشره ديالها شني خاصه، كل وحده عارفه البشره ديالها شنو هي الحاجه اللي كتجي معاها. بصح انا استعملت زيت زيتون وقهوه. تقدروا الا كان عندكم العسل تعدلوها بزاف ديال الحاجات. اول حاجه نابليكي على وجهي كامل بهذه الفرشه هذه. صراحه جاني يابس وحتى حيت عملته قبل ما نبدا التصوير. من بعد ما خليته واحد الفتره على وجهي ياكو، من بعد العام بدا دوروا غير بشويش، حيت هذا وجهكم ماشي رجلكم. دوروا بحيطه وحذر وخفه وتهلاو لي في النويه، خصوصا من هنا، فهمتوا؟ من هنايا. المهم بشكل عام تهلاو لي في البلايص اللي كيكون فيهم لي بوان نوار. نتوما عملوا هادشي في الطواليت، انا طبعا عامله كنبرش هنايا حيت الوضع مزري، فهمتوا؟ هناك فتاه شنو اسمه، المهم قهوه كطير كل بلاصه. المهم انا نمشي نحيدو دابا من وجهي. غنزيد المصاص تقريبا واحد قسمين، ما نخليش معكم الكاميرا مفتوحه باش فيديو طويل وممل ونرجع. كنت لاحظت انني ملي كنت كنعمل المقشر تقريبا ما عملتش ندقمي. ماشي انه ما كيصلحلوش، كيصلح له عادي، بالعكس مزيان وكلشي. ديك مقشر دقم يعني عندي هاد السكراب هذا خاص ندقمي، داكشي علاش قررت نخلي دقمي نعمل السكراب ديالو بوحديتو. صراحه كرهتي نعدل فيديو انا كنعلن الاشياء وانا كنتعاود معاكم في مواضيع وكذا وهذا، وكنخاف يجي طويل. نتوما اصلا كتقولوا لكم هضره فيك الهضره بزاف، ندير نزيد الطيب مبله. بغيت نقول واحد الحاجه وحاش ما انا نقولها، يعني انا ما كرهتش نشارك يعني هكا احاسيسي الجيشه تجاهكم كذا، ماشي احاسيسي زعما ما امر به، باش يعني عارفه كاينين بزاف البنات في حالي يقدروا يستافدوا كذا. كمثلا انايا اللي كنت شفتوا فيديو ديال مشتريات في الصفحه ديالي في مواقع التواصل واحده اخرى ماشي هنايا في يوتيوب، شريت حوايج. اوكي اجي كيجيو فيها الحبيبات السكر، هنا شريت الحوايج، ومن بين ديك الحوايج كانت واحد كيسوه كتجي ستوندار، يعني كتجي كتجي على لاطي، ما عرفتش كيفاش المصطلح نشرح لكم. ملي لبستها بالنسبه لي عندي كرش. احنا في العائله ديالنا عندنا كرش وراثه من با وماما. با عنده كرش وماما عندها كرش، والعائله با كاملين يعني عندهم كرش. فاحنا يعني غير كتصحح، يعني احنا اول حاجه في الجسم ديالنا كتصحح هي الكرش. ما تقولوليش نتوما كتبان لكم كرش بالماكله ولا هذا نفس الشيء، لا، يعني حنايا كتكون عندك الكرش اللي هي حاجه وراثيه، فهمتوا؟ يعني اول حاجه باش واخا تكون ضعيفه كتكون عندك الكرش، فهمتوا؟ فانا ملي لبست ديك الكسوه جات خيبه بزاف صراحه، ما قدرتش نحمل راسي. فانا رديت ديك الكسوه ديك الساعه. شوفوا مع العلم انا كنهضر وانتم عارفين، لو كنتم متبعيني مزيان عارفين يعني الثقه اللي عندي انا في نفسي شحال قويه زعما. وهاد الثقه يعني ما جاتش انا عبث ولا بين ليله وضحى، انا جات حيت كنتعرض انا بحكم الطول ديالي 150، حيت كامله وانا كنعمل مقارنات مع صحابي، شو صحابي الجسم ديالهم كيتعاملوا، انا شو قديت شديت واو كذا بزاف د النواحي. كنت كنبقى نقول يعني غتاثر عليا الناحيه العاطفيه، من حيث كيشوفوا فيا مثلا كيشوفوا فيا العزاره، كيشوفوا فيا المجتمع بشكل عام يعني. وعاد زيد ملي كنت كنمشي للمدرسه كيبقاو يقولوا لك ابتدائيه ماشي هنايا، راك خطيتي في العنوان وكذا. بزاف ديال الحاجات اللي خلات التراكمات يعني كتكون عندك الثقه في نفسك، وكتجي واحد الوقت كتهتز، فهمتوا كيفاش؟ يعني واخا تكون عندك الثقه في نفسك طبي، كيجيو بعض الاشياء بعض الاوقات اللي كيخليك الثقه في النفس ديالك تهتز، وحيت صعيب يعني. انا غنقول لكم كل واحد كيرضى بما قد يعني بديكشي اللي عطاه الله. انا مثلا قصيره فيا 150 ربي عطاها لي، وعزيز عليا راسي بزاف، وعزيز عليا الطوله ديالي وكل شيء، ولكن كتجي واحد الوقت يعني كنطيح في واحد الدوامه ديال المقارنه. شوف صحابي كيشي اثر عليا، كيشوف فيا القرا، كيش بزاف ديال كيفاش في راسي. فيعني مهما كانت الثقه ديالك قويه كتجي واحد
واحد الفتره كتزعزع، فهمتوا؟ وهذه حاجه عاديه، يعني حنا مجرد بشر. اللي بغيت نوصل لكم ان من تجيكم ديك الفتره هذيك عادي، عطيو الوقت لراسكم انكم تحسوا بديك الاحساس، حيت من ديك الاحساس هذيك غتولد عندكم واحد الثقه في النفس واحده اخرى جديده وقويه على هذيك اللي كانت، حيت هذيك اللي كانت انهزمت قدام هاد التساؤلات هادو. وانما لطيتي الفرصه لراسك انك بصح انا قصيره وكذا وهذا بصح، فعادي كتاخذ واحد الفتره تقدر تدخل في ديبرسيون عادي، وتقدر تنعزل على العالم وتشوش عادي. خذ واحد فتره الراحه دراسك، يمكن لك تشعر يعني بديك الشعور ديال الانهزام بالضعف، بصح انا الجسم ديالي ماشي مزيون، بصح انا قصيره وكذا وهذا. ولكن كتجي معاه ولكن خصك دائما تكون، باش تعطي لراسك هذه الفتره هذه خصك دائما تكون انسان قوي وعارف راسك قادر تخطاها. يعني انا واخا نعطي لراسي واحد الفتره انني نكتئب ونبقى نعيب في راسي، راح نستنطيحه كبيره، انا قصيره، انا كرشي، انا 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 انا, أنا فيا العيوب. عارفه راسي واحد النهار غنوقف حدا المرايه هيدا غنقول يس راسي انا قصيره في 3 متر و50، ولكن غزاله كرشك باينه، تنورت نبك شحال تعدل عطار تموت، لا ما تموتش عايشه. وبالعكس كيزيد عزيز عليا راسي كيوت وكذا قصيره، كنبقى نفكر في الايجابيات، الحاجه الايجابيات ديالي انها حاجه عاديه، ماشي انا اللي اخترتها، الله عطاها لي. جاو معايا واحد السوايع كنقول لها ما كيجيش معايا الحوايج مره الجسم ديالي بصح الجسم ديالي ما كيناسبش الحوايج، ولكن ما لبسش، انا نلبس وكانه ديالي حيت انا كيعجبني راسي، كيعجبني راسي، نشوف راسي مزيونه. ديك الحاجه غنقولوا للناس ما تجيش معاك، انا كتبان لي كتجي معايا فتبا لهم. ف الدوامه هذه كنطيح فيها ساعه. انا قلت لكم فيها الهضره بزاف، قلت لكم ما تخليونيش نهضر، نتوما خليتوني نهضر صراحه. واحد ما عطاني الايد باش نهضر، انا هضرت، ولكن هيك يعني حسيت الا كنتي دابا مثلا قصير، ولا كنتي ضعيفه، ولا كنتي غليظه، ولا عادي. شوفي عادي انك تحس في واحد الايام من خيبه الامل، غير هي ما تخليش ديك خيبه الامل تخيم عليك، حيت ببساطه للناس اللي كيعايروك ولا المحيط ديالك ولا حتى حاجه ما اختاروها لك، ما قادرين انهم يحسنوا يعني الجسم ديالك، ما قادرين انهم يزيدوك في الطاوله، ما قادرين حتى حاجه. كلشي بيد الله سبحانه وتعالى، هو اختارك انك تكون بديك الشكل هذاك. فاذا انتينا مزيونه ربي الحبيب، انتينا من ابداع الخالق، اختارك باش تكون هيداك، فتقبل راسك كيف ما انتينا وبغي راسك. وكل وحده مزيونه، حتى شي وحده فينا ما فيها شي حاجه ناقصه. نقدروا نكونوا قباحين شكلا، لا يفترض اننا قباحين شكلا، عاد جبر عندك قلب كيحمق، وعاد جبرك شي حاجه سبيشال ما كايناش حتى شي بنت المراه، فهمتوا؟ فاي وحده فينا هيدا كي انسانه برنسيسه دراسه، اميره دراسه، كوين في نفسها مع راسها، فهمتوا؟ يعني واخا انا نهزم شي ايامات حيت انا عندي وكذا وهذا فيها شي نقص، ولكن انا كنبقى من صنع الخالق. انا واحد الانسانه اللي مزاونه تبع لهم، فغنتقبل راسي كيف ما انا، وغنخرج نعدل الحوايج اللي كيعجبوني، سواء هما قبلوا ولا ما قبلوش يعاودوا راسي، فهمتوا كيفاش؟ الهضره بزاف انا مكرر طبدق من هذا يهضر انا هذه حاجه بالسلبيه ديالي، انني نهضر بزاف، ولكن على الاقل كنقدر نعبر على داك الشيء داخل ديالي. واخا التعبير ديالي انا كنقول الفكره، عاد ديك الساعه كنرجع نفكر فيها، فهمتوا؟ الفكره دق لساني كيسبق الفكر ديالي. المهم عرض طبدق في هذا لو راه طب نعرف لا مغزات تبارك الله عليه كيجيني كادو. فشوفوا هل اهميه صحابتي انا دابا، انا صحابي عندي وكذا وهذا نقدر نفضفض لهم، ولكن انا اخترت انني نفضفض في هذا الفيديو باش يعني نعلمكم ولا نقول لكم في عادي، يعني شوفوا صحتكم. تقول لي شي واحد ما باقيش شي صحابات، تينا بقى ما جبرتيش شي صاحبه المناسبه. شوفوا انا دابا غدا هضرت معكم غير فيديو كنحس بالراحه كذا، حيت شي حاجه كنتلاكتي فهمتوا، حيت شاركت معكم الافكار ديالي، حيت انا هاد الايامات كنت واقعه في ديك الدوامه بحكم انني كيف ما قلت لكم شريت ديك الكسوه انفجرت لدي الاحاسيس. او ماي جاد كرشي كبيره، او ماي جاد انا قصيره، وحق الحوايج ما يجوش معايا. وانا كنت كنفكر نبدا نعمل انستا وننزل بوستات وكذا، ما يبقاش يجي معايا كذا، ولكن انا صافي انا رجعت، انا عوضت راسي جيت نعمل سكين كير. انا انسانه مزيانه ماشي خصكم تقتنعوا بها باش الناس، حيت كل ما اقتنعتينا بالحاجه الناس اقتنعوا بها بالهلا يطريه لهم. انت واثقه في راسك وكتشوف راسك مزيونه، الناس غيشوفوك مزيونه. حيت علاش؟ حيت انت عندك واحد الطاقه صافي بلا ما ندير اللبس، فهمتوني؟ ندوز الخطوه اللي موراها. هي الخطوه اللي موراها انني غنستخدم هذا الماسك هذا، تدري زوار كل ماسك ازرق ماتشي والى اخره.
انا ما حبيتش نبقى نهضر هيدا نكمل معكم فيديو بملل، احقها الخطوه حبيت يعني هكا نتهود معكم ونتقربوا من بعضنا وكذا. فالمهم هاد الماسك هذا بنات من على برا، وكاينين كيتباعوا، كاينين الناس اللي كيبيعوهم هنايا، كيعمل 35 درهم. ها هو ديك بقات كنحيدولو مزيونين بزاف. الا كانت عندكم شي تريك على برا كلهم يجيبوا لكم واحد معاهم. اوكي ما نفتحوا ابليكي نرجعوا، خصني الابليكي معكم، نمشي نابليكي ليه ونجي. اوكي حيت ما كنقدرش نعمل جوج حاجات في نفس الوقت. شوفوا البنات انا هضرت بزاف وكذا، كنتمنى من ربي الحبيب ان هذا الفيديو يجبر كل وحده فيكم مزيانه، يجبر كل وحده فيكم بخير. كتبوا لي في التعليقات شنو كتعاودوا، كتبوا لي في التعليقات مين نتوما شكون مزيانه كتتبعوني باش نحس براسي قريبه منكم اكثر واكثر. انا كنحاول نفك هذا الماسك معاكم كذا. عرفتي اش عاملين تقوموني في قدايده، ما عرفتش شكون سحاب لهم الله. حنا شكون كذا. بسي طبعا انا عندي الشان نعوضو دقمان على حساب ما قالوا هما كذا بعدا. نحاولوا نعدلوا على الوجه ديالنا كامل باش الفرصه كامله تستافد، فهمتوا؟ متنساوليش شي النويف. وانا نحاول نبعد الشاشوش باش نطلقو كامل ونرجع. حاولت نابليك قدر المستطاع. شوفوا انا كنت نقدر نعمل فيديو ساكت بلا ما نصدعكم في مخكم وكذا، حيت عارفه باكين بعض الناس ما عزيزش عليهم كثره الهضره وعز عليهم. يعني شوفوا تقدروا تعدلوا حتى العينه او لا هما وجههم كبير كذا غير المهم. ولكن انا من الناس اللي عزيز عليا نتفرج الفيديو شي وحده كتهضر كتعبر وكتهضر شي مواضيع مزيونه. عزيز عليا نسمع البنات كيتعاود، كنبقى نتفرج الفيديو ديالهم واخا كيكون طويل كيعجبني. ما عرفتي نتوما واش بحالي ولا لا، انا كنحترم يعني اختلاف الاذواق، داكشي علاش ما نطولش. انا نهضر شويه بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الهضره، وغنشد بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الدق يتشد. فكتبوا لنا في هذا الماسك شحال خصنا نخليوه، من 15 ل 20 دقيقه. انا نخليها من 15 ل 20 دقيقه. فهمتي علاش كيخليو هذا الفارغ هذا بزاف. وهنايا الطقم هنايا قداش غيكون عندنا هاد الكمال، قداش كيعدلوا على وجههم هما باش ما تعتبعوش ما تصدروش. بنات ما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتم ماشي مشتركين، حيت ملي كنمشي نشوف الاحصائيات ديال القناه ديالي كنجبر 98% من الناس اللي كيتفرجوا الفيديوهات ماشي مشتركين. علاش اشتركوا البنات. اهم حاجه شوفوا انايا عندنا هاد القرعه هادي حدايا هادي كانت عيد ميلاد عندي قالت لي ما عملتوش ما كتبش. كنحاول نشرب جوج منها في النهار ولا وحده ونص، المهم شحال ما قدرت، حيت الماء مهم اللي تحتنا البشره بزاف مهمين. الروتين فيها هضره بزاف ايوا. فالسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله تعالى فيديو جديد ونهار جديد. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وارقى الاماكن وفي احسن نفسيه ان شاء الله تعالى. بنات تهلاو لي في راسكم، نتوما واحد الحاجه اللي مزيونه في حياتكم، نتوما المحور ديالكم، فتهلاو في راسكم وراسكم. الله يسومك. باي.